اهلا بيكم في قناتنا مطبخ فراولة. استعدوا لواحدة من اقوى وصفات الكبدة اللي ممكن تدوقوها. النهاردة عاملين كبدة بانيه تتبيلة نار وطعم يجنن، مقرمشة من بره وطرية ومليانة نكهة من جوه. لو جربتيها مستحيل تبطليها. خليكي معايا خطوة بخطوة عشان اقولك ازاي تعمليها مظبوطة من اول مرة. يلا بينا، بس اذا كنتم اول مرة تشوفوني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. تعالوا نشوف مكوناتنا مع بعض. معانا بقى التوابل بتاعتنا البسيطة. معانا معلقة من الكزبرة الحب المطحونة، ومعلقة من البصل البودر، وهنا ممكن تستخدمي فريش عادي بس انا ما حبيتش غير البودر، وملح وفلفل وعصير بصل، يعني مية بصل، يعني فرمتها وعصرتها، اخدت المية بتاعتها بس. كمان معلقة من الكمون بس انا ما صورتهاش. باجي في بولة بنزل بكل الخلطة دي، عصير البصل او مية البصل، والكزبرة بتاعت الحب المطحونة، والملح والفلفل، واخر مكون اللي هو الثوم البودر. زي ما قلتلك لو حابة تستخدمي فريش براحتك، بس انا ما كنتش حابة ان انا استخدم الفريش علشان بيبقى طعمه قوي فخليته بودر. حطيت كمان معلقة من الكمون زي ما قلتلك بس انا ما صورتهاش. هنقلب كل الخلطة دي مع بعضها زي ما احنا شايفين، وهنزل بالكبدة بتاعتي تقعد فيها يعني تقريبا نص ساعة لساعة. نص ساعة مش هتاخد اكتر من كده، هي نص ساعة زي الفل. هسيبها بقى في التتبيلة كده تتشرب من طعم التتبيلة براحتها خالص، وغطيها. واخر اضافة بحطها هي عصرة ليمون. عصرة الليمون دي بتفرق جدا في ريحة الزفارة، وبتخليها تمتص التوابل دي اكتر، تمتص اكتر. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في التغطية بتاعتها. معانا تقريبا مج من البقسماط المطحون، عليه معلقة مليانة من الدقيق. هقلبهم مع بعض زي ما احنا شايفين كده علشان يبقى تغطية حلوة للبانيه او للكبدة البانيه. هنزل بقى بقطعة قطعة، اتبلها زي ما احنا شايفين كده، واحاول اخليها تاخد كمية حلوة من البقسماط. وبعد ما بخلص كل الكمية، انا مش بقلي على طول لكن بخليها تقريبا من 10 دقايق لربع ساعة، يعني تتشرب او تمسك كويس في التغطية دي، وبتاخدي افضل نتيجة منها، يعني بتاخدي نتيجة افضل من ان انت تقليها على طول. هخلص كل الكمية بتاعتي. انا عاملة احجام مختلفة على حسب ما الراجل طلعها، يعني قطعها في صغير وفي كبير، بس كلها بتاخد نفس التغطية وبتطلع كلها نفس الطعم، مش بتفرق. بخلص كل الكمية بتاعتي، ودي بتبقى افضل نتيجة ان انت تسيبيها زي ما احنا شايفين كده في طبق 10 دقايق زي ما قلت، تتماسك او يبقى التغطية او التوبنج بتاعها متماسك كويس. باجي بقى في طاسة على النار فيها زيت. لازم يكون سخن على فكرة، ما ينفعش تنزل والزيت بارد، لازم يكون سخن وعلى نار متوسطة مش عالية جدا، يعني مش بتكمل 10 دقايق، مش اكتر من كده. ليه؟ علشان خاطر ما تتحرقش مني، اخد افضل نتيجة، تكون لونها ذهبي جميل وفي نفس الوقت تكون استوت. النار المتوسطة افضل حاجة للكبدة البانيه يا جماعة. بخلص كل الكمية بتاعتي وبطلعها كلها تتصفى على مناديل ورق، ودي بتبقى النتيجة النهائية. حطيت لها فلفل وشوية وطماطمايه كده، عملت لها منظر للتزويق. بتبقى جميلة قوي قوي قوي، حلوة جدا لولادك في السندوتشات اي مكان بره، حلوة جدا جنب مكرونة محمرة او مكرونة بالصلصة. انصحك بقى تجربي الكبدة البانيه على طريقتي وقوليلي في التعليقات طلعت معاكي زي المحلات ولا لا. وما تنسيش تعملي لايك وشير اذا عجبك الفيديو. انتظري احلى واقوى واجمل الوصفات معانا. شكرا ليكي ولمتابعتك.